السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لو بتتابعوني لأول مرة، دي قناتي أنا منى أيوب. هنعمل مع بعض الشنطة اللي انتوا شايفينها دي، وكمان نزلت لكم بعض الصور اللي أنا عملتها على القناة من شنط. إن شاء الله تنال إعجابكم، وكمان كل الشنط دي موجودة بالفيديو على القناة، تقدري تعمليها بكل سهولة. كمان اكتبولي في الكومنتات لو الشنطة عجباكم ولا لأ، وإن شاء الله نعمل مع بعض حاجات كتير في الأيام اللي جاية. ده الخيط اللي انا استخدمت كليم تركي. الخيط ده شبه المصري شوية، يعني انت تقدري تستخدمي خيط كليم بنفس الطريقة يعني بتاعت الشنطة، تقدري تستخدمي خيط كليم مصري. بصوا، المصري بيبقى مفتوح كده او مبروم على بعضه، ده لا، ده شبه بالظبط الحاجات اللي بنلاقيها في السويت بانس، الرباط اللي بتربط بيه سويت بانس او الكوتشي. بصوا، هو النسيج كله مقفول كده. تستخدمي اي خيط كليم مصري او كليم تركي اللي انتي حباه. انا هبدأ كده اسحب الخيط واعمل البداية بتاعة الشغل بتاعي. هعمل الحلقة كده اللي هدخل فيها الابرة، وهبدأ اعمل غرزة سلسلة. الابرة اللي انا هستخدمها مقاس 6.5. تقدري تستخدمي مقاس 7 او 7.5 كمان. يعني عادي، هو الفرق مش كبير بين الابرتين. هبدأ كده ادخل الابرة واعمل غرزة سلسلة. مجرد بس ان انا هدخل واطلع واعمل غرزة سلسلة، وهسيبها واسعة زي ما انتوا شايفين. هفضل شغالة لغاية ما اعمل عدد من السلاسل، مش مشكلة عندي اذا كان فردي او زوجي. المهم هعمل عدد من السلاسل، حوالي المقاس يعني بالسنتي، حوالي 17 سنتي اهو. مجرد بس ان انا هقيسها كده هيطلع 17 سنتي. هبدأ اشتغل عليها، ودوت العرض بتاع الشنطة بتاعتي. هرتفع واحدة وادخل في اخر سلسلة انا عملتها قبل الارتفاع، واعمل غرزة حشو. هطلع من 2 من على الابرة. تاني هدخل في اللي بعدها واسحب خيط، هيبقى عندي 2 على الابرة، واطلع منهم بغرزة واحدة واعمل غرزة حشو. اللي بعديها برضو هدخل واطلع واعمل غرزة حشو. هدخل في كل سلسلة من السلاسل اللي موجودة عندي واعمل غرزة حشو من غير اي تزايد، مجرد بس سطر من غرز الحشو. يعني كل حلقة هتقابلني هدخل فيها كده واسحب الخيط، وبعدين يطلع 2 على الابرة، اطلع منهم بغرزة واحدة واعمل غرزة حشو. هفضل شغالة كده لغاية ما اوصل لنهاية السلسلة بتاعتي. كل غرزة هتقابلني من غير اي تزايد هدخل واطلع واعمل غرزة حشو. هفضل ماشية لغاية ما اخلص السلسلة كلها. انا كده خلصت السطر الاولاني، عملت في كل سلسلة من السلاسل غرزة حشو. هبدأ ارتفع واحدة سلسلة والف الشغل بتاعي علشان اعمل السطر الجديد. اول حلقة هتقابلني هدخل فيها وهنبدأ الشغل بتاع السطر بتاعي. يبقى اول حلقة كده هدخل فيها واسحب الخيط، وبعدين اطلع من الخيط اللي على الابرة واعمل غرزة منزلقة. وبعد كده اخد لفة على الابرة وادخل في الحلقة اللي بعديها واطلع معايا 3 على الابرة، وبعدين هطلع منهم كلهم واعمل غرزة نص عمود. بعد كده ادخل واطلع برضو اعمل منزلقة، اسحب من الخيط اللي على الابرة، وبعد كده اعدل بس الخيط اللي انا بلفه على الابرة ده عشان شكل الغرزة نفسه يبقى مختلف. هدخل واطلع معايا 3 على الابرة، هطلع منهم كلهم واعمل نص عمود. يبقى انا السطر ده كله بمشيه كده، واحدة منزلقة واحدة نص عمود. هدخل هنا واطلع، وبعدين اسحب كده الخيط واعمل منزلقة. هفضل ماشية بنفس الطريقة. بصوا، ده شكل الغرزة من ورا اهو، عشان كده بعدل الخيط علشان شكل الغرزة يبقى عندي مظبوط. هخلص السطر كله بنفس الطريقة دي. كده الغرزة دي انا عملتها كانت نص عمود، يبقى اخر غرزة في السطر هدخل واطلع واعمل غرزة منزلقة علشان ابدأ السطر الجديد. وهكذا هبدأ كده ارتفع واحدة، وبعدين الف الشغل بتاعي. اخر غرزة انا عملتها كانت منزلقة، يبقى هعمل نص عمود. هاخد لفة كده واسحب الخيط معايا 3، وبعدين اطلع منهم كلهم مرة واحدة، وبعدين منزلقة، وبعدين نص عمود، منزلقة، نص عمود، وهكذا لغاية ما اخلص السطر كله بنفس الطريقة. السطر كده خلص. انا هعمل اخر غرزة في السطر دي كانت منزلقة، يبقى اخر واحدة هعملها هدخل واطلع معايا 3 على الابرة، هطلع منهم كلهم بفتلة واحدة. خلاص كده، خلاص انا كده هعمل السطر الجديد. هرتفع ونكرر تاني اللي احنا عملناه. اخر غرزة انا عملتها كانت نص عمود، فانا هدخل واعمل، هسحب الخيط كده واعمل
منزلقة علشان اكرر تاني السطر بنفس الطريقة. الغرزة دي سهلة وبسيطة وممكن تستخدميها في كذا حاجة تاني، ممكن كوفية وممكن شنطة وممكن حاجات كتير. هي مجرد بس تكرار الغرزة بتاعة المنزلقة وبعدين نص عمود وهكذا لغاية ما اخلص القطعة بتاعتي بنفس الطريقة. انا كده خلصت القطعة خلاص. هي عبارة عن صف 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خلاص كده انا خلصت السطور كلها. الطول حوالي 16 سنتي. بس انا لسه هعمل بس سطر كمان اللي هو عبارة عن السطر اللي انا ابتديت بيه اللي هو عبارة عن غرزة حشو. يعني هرتفع واعمل السطر ده كله غرزة حشو، مفيش بقى منزلقة ولا نص عمود. انا كده بقفل القطعة بتاعتي، هرتفع كده غرزة وبعدين الف الشغل بتاعي وبعدين ادخل في اول غرزة هتقابلني اللي هي دي واسحب الخيط واعمل غرزة حشو 2 على الابرة، اطلع منهم كلهم بغرزة واحدة. تاني هدخل واطلع من الاتنين اللي على الابرة بغرزة واحدة وهكذا لغاية ما اخلص السطر كله. وده هيبقى زي اول سطر انا عملته كان عبارة عن غرزة حشو. كده خلاص السطر بتاعي كله خلاص. دي اخر غرزة انا هعملها، هبدأ ادخل كده الخيط واسحب، ودي اخر غرزة في القطعة غرزة حشو. وهقص الخيط بتاعي وبعد كده يبقى كده عندي القطعة دي بقت جاهزة. خلاص كده انا عملت القطعة دي عبارة عن 17 سنتي في 17 سنتي. عملت قطعتين نفس المقاس ونفس الحجم. القطعة دي نفس الشغل اللي انا اشتغلته في القطعة الاولى. طيب كده انا محتاجة اعمل القطعة التالتة اللي هي هتبقى الجنب والقاعدة. فانا هقيس كده ادي جنب الشنطة الاول وبعدين من نفس المكان اللي انا اهو عشان اشوف هي كلها هتاخد قد ايه. فهي تقريبا هتاخد حوالي 50 او 49 سنتي. طبعا انا عاملاها بالمقاسات عشان لو حد حابب يكبر الشنطة. يعني لو انتي حابة تكبري الشنطة وتعمليها مقاس تعرفي تعملي الجزء ده ازاي. بصوا كده انا مجرد بس ان انا بقيس الجنب ده والقاعدة والجنب التاني علشان اقدر اعرف الجزء اللي انا هحتاج اعمله قد ايه. تقريبا اهو زي ما انتوا شايفين حوالي 49 سنتي. فانا هعمله لغاية 50 وبعد كده هشوف ينفع اعمل سطر ولا لا. انا عملت القطعة بنفس الطريقة اللي عملت بيها القطعة دي. عملت سلسلة الأول حوالي 9 سنتي طولها، يعني حوالي 9 سنتي، وبعدين بدأت أشتغل غرزة حشو وبعدين عملت نفس الغرزة بتاعتي اللي أنا عملتها في الجزء التاني. بصوا كده عملت الطول بتاعها حوالي 50 سنتي. أنا هسيب كمان الخيط زي ما انتوا شايفين في القطعة كده، يعني مش هقصه علشان لو عوزت أزود سطر أو أقلل سطر. هو أنا يعني ما عوزتش أقلل أو أزود، بس انا حبيت يعني عشان لو حد حابب يعمل الفكرة دي لشنطة اكبر. هبدأ كده احط الوش بتاع الشنطة مع الجناب وهبدأ اثبتها بالعلامات بتاعتي علشان الف الشنطة. يعني هو هحط كده كل الغرز من الاول للاخر علشان تبقى سهلة في التثبيت. يعني مجرد بس ان انا بلف الجزء اللي هو بتاع الجنب والقاعدة حوالين وش الشنطة. بصوا وضحت اهي علشان التثبيت بتاعي يبقى كل سطر قصاد السطر بتاعه. ابدأ برضو الفها تحت عند القاعدة وبعدين عند الجنب التاني وبعد كده بقى هبدأ بالتثبيت بتاعي العادي خالص. انا هنا هبدأ كده هدخل في اول دي. بصوا حرف الفي ده هدخل في الحلقة دي من الجزء ده او من السطر ده اهو. ده اخر جزء او اخر سطر انا عملته. وبرضو هنا حرف الفي الحلقة بتاعتها دي هدخل كده في الاتنين مع بعض وبعدين هسحب الخيط بتاعي عشان اثبت القطعة بتاعتي. هسحب كده الخيط، عملت بس بداية سلسلة، هسحب الخيط وبعد كده هقفل الجزء ده من الخيط. طيب هنعمل ايه؟ انا هبدأ كده ادخل في الجنب كده، هشوف كل حلقتين شبه بعض، اخلي بالي ان السطر ده يبقى قصاده السطر التاني من الجزء ده. يعني انا ماشية كده اخر سطر كان غرزة حشو وغرزة حشو، بس السطر اللي قبله كان منزلقة ونص عمود، فيبقى ايه الرسمة ماشية مع بعض. علشان كمان لما اجي اقفله بصوا الحلقة دي كده من هنا اهي هدخل كده. بصوا الحلقة دي من الجزء ده والحلقة دي، فانا بدخل في كل حلقتين شبه بعض. هدخل في الاتنين كده مع بعض واسحب الخيط وبعدين اسحبه من الخيط اللي على الابرة واعمل منزلقة تاني. هدخل بعدين في الحلقتين برضو كل سطر اخد بالي ان السطر ماشي مع السطر علشان الرسمة
بتاعتي، السطر ده مع السطر ده، والسطر اللي داخل لجوه مع السطر اللي داخل لجوه برضو في حلقتين، ادي حلقة وادي حلقة، هدخل فيهم برضو وهثبت بغرزة منزلقة. هو بس عشان التوضيح امام الكاميرا يعني. هدخل كده في الحلقتين دول مع بعض واسحب الخيط، وبعدين اطلع من حلقة اتنين وكمان من الحلقة اللي على الابرة. خلاص اشد بس الخيط وانا ماشية، بس ما شدهوش جامد علشان الشكل بتاعي. هفضل ماشية لغاية ما اوصل للركن. الركن بتاع الشنطة بقى مختلف بس في التثبيت، علشان الشنطة ما تبقاش شدة. هشيل بس العلامة بتاعتي وابدأ اظبطه كده. بصوا كده، هدخل كده بالغرزة بتاعتي، ودي الحلقة قبل ما اوصل للركن. هعمل بس اخر غرزة اهي، هاخد حلقة من هنا والحلقة قصادها من الناحية التانية، وبعدين هسحب الخيط من الاتنين وبعدين من الخيط اللي على الابرة. طيب هدخل كده الخيط بتاعي، بس ده بتاع بداية الجزء ده. طيب دي الركن بتاعي، انا هدخل فيه الابرة كده ماشي، وبعدين هدخلها في الغرزة او الحلقة اللي عليها الدور من الجزء ده، وبعدين اطلع منهم كلهم واعمل منزلقة. بس بصوا بقى، في الركن هدخل تاني في نفس الحلقة، بس هدخل في الحلقة اللي بعديها بقى. يبقى انا كأني بالظبط عملت غرزتين هنا، يعني عملت غرزتين في الركن ده وقصادهم، او غرزة في الركن ده في نفس المكان بس قصادهم من الجزء ده حلقتين مع بعض، علشان يديني الركن لاني لو عملتهم واحدة بس هتبقى مش كويسة وهتبقى مشدودة. وبعدين هشتغل عادي خالص، حلقة من هنا مع حلقة من هنا. الكورنر بس اللي بعمل فيه التزايد اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو هدخل فيه الكورنر من المربع مع اتنين من الجزء اللي هو المستطيل اللي انا بقفل بيه الجناب والقاعدة. هفضل ماشية كده لغاية اخر الشنطة. خلاص كده انا وصلت للاخر خالص اهو، عملت الكورنر زي ما قلت لكم، وكده عندي اهو. خلاص انا كده يعني لقيت ان الشنطة خلاص الجزء ده ماشي مع الجزء ده، فهبدأ بس هقص الخيط بتاعي، والجزء ده هيبقى خلاص انا هقفله علشان أبدأ اكمل بقية الشنطة. انا بس كنت سايباه علشان اشوف الطول بتاع الشنطة. الجزء ده بقى انا زي ما قفلت ده هقفل الجزء التاني بنفس الطريقة. كده عندي الشنطة بقت جاهزة واتقفلت كلها. هعمل بس اطار ليه، هو وظيفته ان هو يعني هيجمل شكل الشنطة او يخليها اجمل. هدخل كده في الحلقة الخلفية واسحب الخيط، هعمل بس غرزة منزلقة للشنطة كلها. هسحب الخيط وبعد كده هدخل في اللي جنبها واسحب الخيط بتاعي، وبعدين اطلعه من الخيط اللي على الابرة. بس مجرد ان انا هشتغل في كل حلقة، اهي الحلقة الخلفية من كل غرزة هدخل واطلع من الخيط اللي على الابرة، وبعد كده هدخل في الحلقة اللي بعدها في الحلقة الخلفية واطلع واسحب الخيط من على الابرة، وهكذا لغاية ما اخلص الشنطة كلها يعني بنفس الطريقة. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، يعني شكلها جميل وادى شكل كويس للشنطة يعني كلها. هفضل ماشية كده لغاية ما اوصل للاخر وهقول لكم هنقفلها ازاي. انا كده وصلت للاخر وقصيت الخيط. هشد الخيط كده وبعدين هدخل في اول تحت الحلقتين دول، في اول غرزة انا عملتها منزلقة هدخل تحت الحلقة الخلفية والحلقة الامامية كده، وهسحب الخيط بتاعي. وبعد كده عشان يبان ان هو يعني حتى مش هيبان ليكي القفلة فين. خلاص كده انا طلعته، وبعدين هدخله من الجزء ده اهو. هدخل هنا كده، وبكده الشنطة بتاعتي هتكون خلصت. مش فاضل بس غير الايد بتاعتها او الايد الشنطة يعني، وكمان البطانة. هي سهلة جدا وسهل ان انتي تعمليها. بصوا شكلها خلاص كده. انا عندي الايد بتاعتها، انا حبيت اعمل ايد رفيعة. طبعا دي مش ايد شنطة، دي لو انتوا تفتكروا دي الزمامة اللي المفروض بيشتروها للشنط اللي هي الباك. انا هنا عندي خيط، اي خيط لون يعني. طبعا الخيط ده انتوا عارفين مش هينفع اخيط بيه، فانا جبت خيط عندي سواء قطن او خيط صوف انتي هتثبتي بيه الايد الشنطة. وانا خرمتها على فكرة، هي مش بتبقى مخرومة كده، انا اللي خرمتها عند اللي انا اشتريت منه يعني الايد دي. قلت له بس يعمل لي خرم كده علشان اقدر اثبت بيه الشنطة. هدخل كده في الخرم ده وهثبتها بخياطة عادية خالص. دي ابرة التنظيف بتاعة الكروشيه، تقدري برضو تستخدمي الابرة العادية خالص. هدخل واطلع كذا مرة وهثبت الجزء التاني الايد دي زي ما ثبت التانية،
وخلاص كده هتكون جاهزة لان انا اعمل البطانة. بس خلاص انا حبيت الايد الرفيعة دي بصراحة، شكلها ظريف، وكمان ما شاء الله يعني. دي البطانة بتاعتي، عبارة عن قطعة من الستان. تقدري تستخدمي برضو اي حاجة انتي حباها او اي قماشة. انا حبيت استخدم الستان بصراحة. هي هنا الطول بتاعها حوالي 31 سنتي، بس دي على 2 يعني 62 سنتي، والعرض بتاعها 30 سنتي. مفيش حاجة هعملها غير ان انا هقفلها من الجناب وهتنيها من فوق كده تانية. يعني انا هتني هقفل الاول من الجناب وبعدين هتنيها. انا عملتها اهو، قفلت من الجناب خياطة عادية خالص، تقدري تخيطيها على ايدك او على المكنة، وقفلت الجناب اهو. ومجرد بس سبت حتة فتحة صغيرة، دي اللي هدكك فيها الرباط بتاعي، هيعمل الشنطة من فوق، هيقفلها من فوق. هجيب كده الشنطة بتاعتي وهبدأ احط البطانة جوه. طبعا البطانة الناحية اللي هي مش مقفولة كويس دي مش بتبان خالص. اللي بيبان عندي الجزء ده بيبان اهو من الشنطة، وده على نضيف يعني متخيط على نضيف. وكمان الجزء التاني اللي هو جوه الشنطة. هجيب برضو ابرة وخيط، ابرة عادية، مجرد بس ان انا هخيط الجزء ده. هسيب الجزء ده كده حوالي 7 سنتي مثلا. الجزء ده بس انا هثبت من هنا في اول سطر من السطور اللي انا عاملاها كده. بصوا كمان الشنطة من جوه عاملة ازاي، مفيش فيها اي خياطة باينة. مجرد بس ان انا هخيطها خياطة عادية زي ما بتثبتي اي بطانة. هدخل كده في البطانة الاول اثبت فيها الخيط بتاعي، وبعد كده في جزء من الشنطة هدخل حوالي سنتي كده او مجرد سطر واحد. بصوا يا رب يكون بس التصوير موضح اهو. هدخل كده السطر ده كده هسيبه، وهدخل اشتغل على السطر اللي بعده. مجرد ان انا بثبت بس الخيط في جسم الشنطة واعمله زي الخياطة العادية خالص اهو. هدخل مرة في البطانة ومرة في جسم الشنطة. هسحب بس الخيط، وبعد كده هدخل جزء من البطانة وبعد كده جزء من الشنطة، وابدأ اخيطها خياطة عادية جدا. هي سهلة جدا، مجرد انتي ما بتبدأي ان شاء الله يعني الموضوع بيبقى سهل. هفضل ماشية كده لغاية ما اوصل لنهاية البطانة بتاعتي. هفضل ماشية مجرد ان انا بخيط خياطة عادية. خلاص كده انا خيطت. طيب الجزء ده هعمل فيه ايه؟ انا هجيب الخيط بتاعي اللي هو بتاع الشنطة اللي انا استخدمته، وهدخله كده في ابرة التنظيف اللي هي دي، وهبدأ ادككه جوه الجزء اللي انا قلتلكوا عليه اللي انا سبته وانا بخيطها. هدككه والفه لغاية ما يطلع تاني من نفس المكان. مش هيطلع من الناحية التانية. الناحية التانية هيتعمل له رباط تاني. هو هيلف 360 درجة، يعني هيلف كل الجزء ده ويطلع تاني من نفس المكان اللي دخل منه. مجرد بس ان انا بدككها عادي خالص اهو. هفضل ممشية كده الابرة واشدها لغاية ما تطلع من نفس المكان. سهلة جدا وبسيطة، وتقدري تعمليها ان شاء الله بكل سهولة اهو. بصوا هي مشيت كل ده لغاية ما تطلع من هنا. بس خلاص هي مجرد بس انها تطلع من الناحية التانية. وبعد كده هسحب الخيط اهو. هسحب الخيط وخلاص كده هشوف الطول المناسب بتاعي لما افتحها كده، وبعدين لما اشدها علشان الخيط ما يكونش قصير. وبعد كده هقص اهي. بصوا مجرد ان انا شدتها قفلت ازاي. هقص بس من هنا علشان الخيط بتاعي يبقى يعني مناسب او حجمه مناسب. بس خلاص هربط بس الخيط علشان ما يتسحبش مني، ما يدخلش جوه الفتحة. يعني لو حد شد ناحية واحدة الناحية التانية ما تدخلش. ونفس الطريقة اللي عملت بيها دي هدخل برضو من هنا والف الابرة واطلع من نفس المكان اللي انا دخلت منه، علشان لما شدهم من الناحيتين تقفل الشنطة تماما وما فيش حاجة تقع منها. ان شاء الله هي سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها بكل سهولة. وده كان تنفيذي للشنطة. يا رب تكون عجبتكم. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.